السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي من العرض. فيلم النهاردة من اسمه كده، اسمه إيه؟ لقاء هناك. يعني ما كانوش لاقيين له اسم، فحطوا الكلمة دي كده وخلاص. هتشوفوا انتوا ايه القصة معانا بقى. القصة ده نور الشريف، الولد اللي ابوه كان عشان يخليه يصلي كان بيضربه، ففهم الحريه غلط، فقال لك ايه، مفيش حاجه اسمها ربنا، مفيش حاجه اسمها الله. وفي المقابل كان بيحب ايه، جوته المسيحيه اللي هي سهير رمزي، حب يعني، ونتجوز. طب بعد كده هتحصل فتنه. لكن المبدع بقى اللي هو المؤلف او السيناريو شد او جمع الخيوط في حاجه جميله جدا جدا جدا. يعني ان هو ايه، هي واحده تبقى ايه، يديه وهبانه تبقى رهيبه، وهو هيتجوز زبيده صوت ايه جوته. ومع ذلك برضه هو مصمم ان مفيش حاجه اسمها ايه ربنا. قول الله مفيش، ولكن لا، ده قيد. انا مفيش حاجه اسمها قيود، احنا مش عارف ايه. تيجي لغايه لما تيجي ايه، مراته بتولد وتقول له قول يا رب، يقول للدكتور قول يا رب، يقول له لا، ربي ليه؟ اقول يا رب ليه وانت اصلا عندك بيقول له ايه، عندك الادله وعندك البراهين وعندك الجهاز الاشعه وعندك جهاز الايه وعندك جهاز الايه. يبقى المفروض ايه، ما تقولش بقى ربنا، استغفر الله العظيم يعني. ف الى انه الى انه ياتي اليقين له، وبالصوت العذب الجميل من محمد السبع اللي هو والده. تسمعوا آيات قرآنية جميلة 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 جدا جدا جدا. إنك لا تهدي من أحببت. الله الله الله. فيلم فعلا رائع جدا جدا. يا ريت والله بجد تشوفوه. يا ريته يا ريته زمان سابوه، كان حل مشاكل كتير جدا 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 من بدري والله. المفروض يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريتهم والله فعلا. المشكلة دي أصلا مشكلة أزلية، المسلم الفتنة الطائفية، يعني لو كانت تيجي يمين